شيكابالا والإشاعات والأخبار اللي مالية الدنيا ملهاش لأول ولا آخر. شيكابالا عنده ورم في الدم، شيكابالا عنده مرض خطير، شيكابالا خلاص بينتهي. أنا هوضح ليك الحقيقة وقصة بعد شيكابالا عن نادي الزمالك الفترة ديت، أو إيه التعب اللي عند شيكابالا. هوضح لك كل حاجة بالتفصيل في الحلقة ديت، ولكن في البداية فضلا وليس أمرا ادعمنا بلايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من جمهور نادي الزمالك العظيم. وقبل أي كلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الفترة ديت أخبار كتير منتشرة إن شيكابالا خلاص، شيكابالا انتهى، شيكابالا عنده مرض خبيث ومرض خطير والقصة دي. الدكتور محمد أسامة طلع ووضح القصة. احنا طلعنا اتكلمنا وقلنا ان شيكابالا عنده اشتباه بكورونا. شيكابالا بعد اخر مباراة حس باعراض، يعني اعراض ارهاق جسدي، اعراض اللي هي بتاعت البرد. الناس كشفوا عليه والدنيا تمام التمام، عملوا له تحليل كورونا، طلع التحليل سلبي، الراجل ما عندوش اي حاجة. ولكن عملوا تحليل تاني اتضح ان شيكابالا عنده التهابات في العضل، يعني عنده التهابات بسيطة في بعض العضلات في جسده. ولكن شيكابالا لا قدر الله، يعني استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يبعد عنه الشر ويبعد عن السامعين طبعا الشر. مفيش أي صحة للكلام اللي بيتقال، ورم وسرطان في الدم ومرض خبيث. أحب أقول للناس اللي بتطلع الكلام ده والإشاعات دي، اتقوا الله، اتقوا الله شوية، اتقوا ربنا شوية وخافوا من ربنا، واعملوا حساب ان انتوا يوم هتقفوا فيه قدام المولى عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون، مش هينفع غير عملك وكلمتك اللي انت بتقولها. شيكابالا من بعد الاخبار اللي بتتقال دي وحالته النفسية في النازل، الراجل تعبان نفسيا. ولكن انا واثق ان شيكابالا بخبراته، وشيكابالا النجم الكبير معشوق الزملكاويه، هيقدر يتخطى المرحله ديت، والضغط النفسي باذن الله هيقدر يطلع منه، مش هيقدر ان هو ياثر عليه. فشيكابالا يا جماعه ما فيهوش اي حاجه، والحمد لله الراجل كويس. كل الموضوع بس شويه التهابات في العضل وشويه ارهاق، مش اكتر ولا اقل. عايز اقول لكم على حاجه زملكاويه، شيكابالا في بدايه الموسم ده كان جاي له عرض خرافي من نادي مصري، بكلمكم بامانه والله، جاي له عرض مغري من نادي مصري بارقام قد اللي بياخدها في نادي الزمالك 6-7 مرات. ولكن شيكابالا رفض، شيكابالا رفض العرض ده وقال ان انا عمري ما هلعب داخل مصر غير لنادي الزمالك، وانا مش متخيل نفسي وانا لابس تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك، وحني حياتي داخل نادي الزمالك. شيكابالا اللي طلعوا عليه اشاعات وقال لك ان فيريرا بيطلب الفتره ديت، بيطالب باعتزال شيكابالا وبيقول له لازم تعتزل، وبيطالب باعتزال محمد عبد الشافي. اشاعات بتضربك من كل اتجاه. جمهور نادي الزمالك لازم يكون جمهور واعي، يقف خلف لاعيبته وخصوصا خلف رموزه زي شيكابالا زي عبد الشافي. وكلنا داعمين لمعشوق الزملكاويه شيكابالا، وان شاء الله قريب جدا هيكون متواجد داخل الملعب ومكسر الدنيا. ربنا يحميه يا رب هو وكل لعيبه نادي الزمالك. اتمنى من كل اخواتي الزملكاويه يشاركوني برايهم في التعليقات، ويدعمونا بلايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من جمهور نادي الزمالك العظيم. لو كنت اول مره شرفنا في قناه زملكاوي حر، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الفتره القادمه. عاش الزمالك، حب في قلوبنا، وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.